خواتي السلام عليكم، خواتي المغاربة في كل مكان، كنحييكم جميعا. وبعد الدول العربية الإسلامية بطبيعة الحال يعني تاو مساكن معنا وكيشجعونا وكيهضروا معنا بالنصائح وبالخصوص خواتي المغاربة ما عنديش شك فيكم. غنبداوكم ان شاء الله بواحد القصة يعني فيها مغامرات، فيها السلاح، فيها الحزن، فيها الحبس، فيها بزاف. ما علينا، نبداوكم قصة. كما سمعتوا كنت هربت ديك الهربة اللي عاودتكم عليها، اللي كنت عاودتها في فيديو اخر، فيديو قديم. ديك الهربة هذيك اللي كنت هربت، كنت كاري واحد الدار مع الاصدقاء ديالي في مدينة انتوربن، معروفة بأونفيس بالفرنسي، انتوربن بالفلامانية والنيدرلاند، وامبريس بالاسبانيولة. يعني هاد ثلاثة تسميات معروفة، انتوربن، امبريس، انتوربن اللي كانوا وقعوا لي. كنت في الدار، يعني كاري الدار، كنبيع التجارة، كان تجار في مادة يعني الكوكايين والحشيش، باش كنتعاون مع راسي، ما كنتش خدام في ديك الوقت. كانوا فاجئوني الاصدقاء ديالي كيم وستيفان يعني هما اللي كانوا جابوا لي واحد ماريطات السلاح، وعارفيني عندي يعني تجربه في السلاح. يعني ديما كنت كنهز معايا السلاح، غالبا كنت كنهزو بوركي كنت كان الاحتمال ديالي كان كيوقع لي بزاف مشاكل مع كثرة الناس برانيين، بولونيين، جوغوسلافوس، رومانوس، خيطانوس، يعني بزاف كثر، كولومبيانوس، جوغوسلافوس، سوداكوس، يعني بزاف د جنسيات امريكا اللاتينيه، اوروبيه، عربيه، توانسه. صحيح في ديك المدينه بالحق صفيت بثلاث المشاكل. يعني كنت بديت كنخوي بديك ماريطات السلاح ملي شديتها في يدي، يعني ما كنخلي بلاصه. يعني كل مره واش من مدينه كنمشي على حساب كانت. يعني انا ملي جابوا لي ديك الماريطه، شديت ديك الماريطه في يدي، كانوا باغيين يبيعوها وما، يعني قلت لهم انا ديك الماريطه ان شاء الله انا اللي نتكلف بها ولا اللي نديها من عندكم. ما كتعرفوش، برت ديك الماريطه في الدار، كان رمضان، جربت ديك السلاح، جربته بيدي مع السحور، هزيت فرادة تبارك الله. ديك النوع ديال الفرادة يعني واحد النوع عجيب جدا، يعني واحد الآلات كاين ديك فردية السكات اللي كتركب له التوبو ديالو، وكاين بيستولا نورمال عادية 24، والقرطات في بلاصتو، كلها في بلاصتو في ديك الماريطة، كلشي مسدسات، كلشي معوض، يعني داكشي جديد. ما كتعرفو تبر ديك السلاح، بقاو البصمات ديالي فيه، بقاو البصمات ديالي فيه. يعني كنت خدمتهم بزاف في شي خدمات. هذيك الخدمات اللي خدمنا بهم يعني كان السلاح ديما في يدي، ما كيخطانيش. يعني ماريطات زولناها، بدينا كنهزو معنا عيد فرادة، كنعملو بهم ديك الطراكوش، يعني كنمشيو نعملو بهم العمل ديالنا. يعني بحدود هولندا، في الحدود فرنسا، يعني بزاف د الحدود اللي بينو بين بلجيكا وفرنسا وهولندا، حتى ألمانيا طبيعة الحال، مدينة لياج، يعني بزاف د المدن اللي خدمنا فيهم بعض الخدمات بالسلاح. ما كنا كنوقفوا الطونوبيرات اللي عندهم موعد، يعني المخدرات. كان معنا واحد الصديق يعني كان داخل معاهم، وكان ما بقاش معاهم بعد منهم، هو اللي كان كيعطيني التفاصيل فوقاش غادي يخدموا، فوقاش غادي يدخلوا. ما كتسمع، يعني كنا كنعملوا اتراكوس، يعني كنوقفوهم، كندوهم، كنديو لهم ديك السخره، كنديو الفلوس، كنديو التليفونات باش ما يتصلوش بالاصدقاء ديالهم، وكنفسوا لهم الروايات باش ما يكسروش، ما يتبعوناش. كما كتعرفوا يعني الانسان ديك الوقت كان باقي الانسان شاقي، يعني داخل على كلشي كما كتسمعوا. ديك الساعه ديك ملي كان رجعنا ديك السلاح للدار، رجعنا النهايه ديالو كنا يعني خدمنا بزاف د الخدمات. ملي شدوه، ملي شبروا المخزن، شبروا ديك الماريطات السلاح، دخلوا على الدار. ملي دخلوا للدار داو السلاح، داو كيمو ستيفان. انا ما كنتش في الدار وهما كانوا في الدار، دخلوا عليهم، جبروا السلاح، جبروا بعد
الادويات المخدرات، جبروا الحشيش، جبروا بعض الجراموس اللي كانوا شاطوا، الميزان اللي كنت كنوزن به. بطبيعة الحال كما كتسمعوا يعني هاد المغامرات هادي ان شاء الله يعني كاين بزاف من ما نعاود، يعني كثير بزاف. ولهذا كنبغي نقول لكم يعني الانسان كيكون كيغامر في صغرو يعني بلا ما يزيد يغامر اخواتي. والحمد لله الانسان باقي تسمعوا كثير من هادشي هذا. ولا ندخل نشيج، انا يجيو عندي لا ديستيب نشيج لورديناتوريز ديالو، يعني 3 د الحناش ومعاهم واحد لافان ولا مدام السميه ديالها تنسات لي حتى هي سكرتاريه معاهم. عملوا معايا باحث، كذبت عليهم قلت لهم باننا لا علاقه بهادشي. قالوا لي ميمكنش، حنا جبرنا البصمات ديالك اجلال وخصك تعاودنا الحقيقه وما دي الضرب حتى نهار الحبس على هاد السلاح هذا، واخا جبرنا البصمات ديالك. علاش باش تعرفوا اخواتي واحد القضيه، واذا شبرتي السلاح في يدك في اوروبا واخا يكون شبروه 20 ولا 40 قبل منك، يعني غادي يطلعوا لكم البصمات ديالكم كاملين. هاد القضيه هادي بزاف الناس ما عارفينهاش وغادي يعرفوها. يعني واخا يكونوا كثرت شدات في السلاح، كلشي غادي يطلع بان شبرتي السلاح هذا كيعطينا هذا وكلشي حنا كنا كنستعملوا السلاح في ديك الوقت بدون ليغات وانتيس كما كنقولوا. يعني هذيك كنا ما كنفكروش في الحاجه اللي ما جا كونترالي لنا، كنفكروا غير في الحاضر. لهذا جاو عندي هضرت معاهم، في الاخر اعترفت لهم، قلت لهم نعم صحيح انا ما درتش الاجرام باش ديت ديك السلاح، ما خليت به، ما درت به الاجرام، ما عملت والو به. قالوا لي هادشي اللي خصنا نعرفو، واش كاين مصطبان كتعرفو؟ قلت لهم صحيح كنعرفهم، الاصدقاء ديالي كيكونوا معايا في الدار، يعني جيراني كما كتعرفوا، كيتسخروا من عندي، كانوا كليان ديالي. صافي عفاوني حضرت جلسه في مدينه كينك اللي معروفه في بلجيكا، هي كلوب بروغ، لا كينك بوحده، كينغ، مدينه كينغ معروفه. قوت المحكمه عفاو عليا، عطاوني البراءه، جبت البراءه ديالي. فعوت هاد البراءه هادي يعني انا على واحد المشكل اخر في الحبس، ماشي على هاد المشكل هذا، ماشي على مشكل السلاح كنت في الحبس، كنت على مشكل اخر من بعد تسمعوا ان شاء الله. ملي جاونا عندي عملوا معايا التحقيق، طلعت المحكمة كينغ هي اللي معروفة باستئناف تما. كنت واحد المدينة صغيرة أخرى وباع هي مدينة أوردنهاود. عطاني براءة، رجعت نشينج أوردنهاود إلى آخره، وباقي الكمال إن شاء الله بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله.